الناس اللي شالت موبايلات اوبو زمان عارفه ازاي ان موبايل اوبو موبايل قوي جدا وبيستحمل وبيعيش سنين. النهارده بقى هنغوص شويه في الموبايل الجديد من اوبو وهو الاي 6 برو ونشوف سر قوته الحقيقي من جواه مش من بره. ناس كتير اول ما بتسمع كلمه خامات قويه تفتكر شكل الموبايل او الازاز او الشاشه، لكن الحقيقه في المتانه الحقيقيه بتبدا من الهيكل الداخلي، وده اللي اوبو ركزت عليه جدا المره دي. اول ما تفك الموبايل هتلاحظ ان الجسم الداخلي معمول من سبيكه الومنيوم خاصه اسمها IM04، وده مش مجرد معدن والسلام، لا دي سبيكه فخمه جدا مقاومه للانحناء والصدمات. تعرف ان هي اتجربت اكتر من 1000 مره وما فقدتش قوتها خالص، يعني لو الموبايل وقع منك في الغالب مش هيحصل له اي حاجه من جوه. كمان جوه الموبايل نظام تبريد اسطوري اسمه سوبر كول في سي، عباره عن غرفه بخار ضخمه بتغطي مساحه كبيره جدا تمنع السخونه حتى مع الضغط العالي على المعالج، وده يوضح ان التسعير العالي للموبايل مش جاي من فراغ خالص، ده فعلا جاي من خامات وتقفيل محترم جدا. كمان المذر بورد محميه بخليط من الستانلس ستيل مع طبقات بلاستيك مصه للصدمات، وده يخلي المكونات الداخليه في امان تام لو الموبايل اتخبط او وقع. حتى المسامير نفسها واخده طبقه ليكوتايد ضد الفك عشان الجهاز يعيش معاك سنين بدون اي تلف. كمان في طبقه مطاطيه حوالين الكونكتورز بتحمي الاجزاء الحساسه من الرطوبه والاتربه، وكمان وسائد هوائيه داخليه بين المذر بورد والبطاريه بتمتص اي صدمه لو الموبايل وقع منك فجاه. يعني ببساطه الجهاز ده معمول كانه درع حديد، تصميم انيق جدا من الخارج، وده بيوضح ليه ناس كتير بتثق في اوبو لانها بتصرف على التقفيل والخامات مش على الشكل بس. خلاصه لو بتدور على موبايل تعتمد عليه فعلا ويعيش معاك سنين طويله بعمل شاق من غير ما تقلق عليه، الاوبو A6 برو ال 5G هو واحد من اكتر موبايلات اللي اتعملت بضمير السنه دي.